مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا اتفرج يا سلام. اتفرج يا سلام برنامج الفن الشعبي والتراث المصري الأول والوحيد في مصر. النهارده حلقة جديدة هنكمل كلامنا فيها عن فنان شعبي ليه طابع خاص. النهارده هنتكلم عن ملحن شعبي كبير جدا وليه تاريخ طويل. النهارده هنتكلم عن الحاج أحمد منيب. الوعد والمكتوب نمشي سكك ودروب ولا ينتهي المشوار. الوعد والمكتوب نتعب ولا بندوب والليل في آخر نهار. الوعد والمكتوب تقسى علينا قلوب. الوعد والمكتوب تقسى علينا لا نخاف ولا نحتار، لا نخاف ولا نحتار. اتولد أحمد منيب في 4 يناير سنة 1926. اتعلم في البداية العزف على آلة الطنبور الوترية واللي ليها طبعا أصول فرعونية. بعد كده كمان أتقن العزف على آلة العود، طبعا آلة العود مايسترو التخت الشرقي. فبكده قدر يجمع بين أهم الآلات الوترية واللي ليها طبعا جذور ليها تاريخ طويل جدا كمان مع الموسيقى المصرية بشكل عام. لما أتقن الاتنين بدأ يوصل رسالته اللي كان عايز يوصلها وعايز يربط فيها الجنوب بالشمال، وده اللي حصل فعلا وخلى كل المصريين يبدأوا يتعرفوا أكتر وأكتر على السلم الخماسي. دايرة الرحلة طرق بنا تخلى يا حبيب عمري وصحبتي وقمري. في دايرة الرحلة طرق بنا تخلى يا حبيب عمري وصحبتي وقمري. عيون مرة تبعد خطاوي مرة تعاند. عيون مرة تبعد خطاوي مرة تعاند. عن جوانا يحكي وش جوانا يبكي. عن جوانا يحكي وش جوانا يبكي والدمع سايد كب. في دايرة الرحلة طرق بنا تخلى طرق بنا تخلى. ليه سنين العمر ترضي لنا بالموت. ده لولا فينا صبر لراح علينا العمر. ليه سنين العمر ترضي لنا بالموت. ده لولا فينا صبر لراح علينا العمر. في دايرة الرحلة أيامنا عالمولى. لنا يا لنا مرة هتحلى لنا تميل على منا. في دايرة الرحلة لا يا رحلة يا صعبة يا سهلة رحالة غربتنا. في دايرة الرحلة رحلة يا رحلة يا صعبة يا سهلة رحالة غربتنا. في دايرة الرحلة عيون مرة تعاند خطاوي مرة تعاند. عيون مرة
انضم أحمد منيب لفرقة زكريا الحجاوي. زكريا الحجاوي طبعا هو من أهم رواد الفن الشعبي المصري، ليه تاريخ طويل جدا في الفن الشعبي المصري، وكتير من الفنانين اتعلموا على ايديه. قدر ان هو يسافر مع فرقته لكل مكان في أنحاء الدولة المصرية، سواء شمالا أو جنوبا، شرقا أو غربا، لف كل تقريبا قرى الوطن، وقدر ان هو يتعرف على كل أنواع الموسيقى. كأنه بيأهل نفسه ان هو يكون فنان شامل، وكأنه كان عارف ان هو في وقت من الأوقات هيعمل ثورة في الموسيقى في مصر. صدقني يا صاحبي إن خفت ما تقولش، وإن قلت ما تخافش. صدقني يا صاحبي إن خفت ما تقولش، وإن قلت ما تخافش. الجد طبعه يخون، الصدق ما يخونش، والكره يوم بيهون، الحب ما يهونش. الجد طبعه يخون، الصدق ما يخونش، والكره يوم بيهون، الحب ما يهونش. صدقني يا صاحبي إن خفت ما تقولش، وإن قلت ما تخافش. الجبين مكتوب الخطوة فين تمشي، تندم قلوب وتدوب وقلوب ما تندمش. فوق الجبين مكتوب الخطوة فين تمشي، تندم قلوب وتدوب وقلوب ما تندمش. صدقني يا صاحبي إن خفت ما تقولش، وإن قلت ما تخافش. بعد ثورة يوليو سنة 1952 بدأت أحلام وآفاق أحمد منيب إن هي تتوسع أكتر، ويكون عنده أحلام كبيرة جدا، وده خاصة بعد إنشاء إذاعة جنوب الوادي. قرر إن هو يقدم الموسيقى النوبية ويعرف عليها كتير من المشاهدين وكتير كمان من المستمعين. بدأ إن هو يفكر ويحلم إزاي ممكن يوصل الموسيقى النوبية لكل مكان في مصر، خاصة طبعا بعد الإذاعة اللي اتفتحت. فوجه رسالة وخطاب مباشر جدا للزعيم جمال عبد الناصر، وطلب منه ان الموسيقى النوبيه يكون ليها حظ في الاذاعه المصريه. وبالفعل وافق الزعيم جمال عبد الناصر ان يكون ليهم برنامج، والبرنامج ده كان اسمه من وحي الجنوب بصوت عبد الفتاح والي. تقريبا البرنامج ده كان البرنامج الوحيد في الاول اللي بيقدم الموسيقى النوبيه، واللي قدر يعرف كل المصريين على الموسيقى النوبيه والالحان الجميله.
نفسه مع فنان معين، مع حنجرة بيحس ان هي دي اللي هتقدم الموسيقى اللي هو عايزها. زي ما شفنا طبعا فيروز والرحبانية زي سيدة ام كلثوم، ورياض السنباطي زي كمال الطويل، والعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. نفس الكلام حصل مع احمد منيب، كان حاسس ان في صوت لازم هو اللي هيقدر يقدم المزيكا بتاعته ويقدر يعرف كل الناس عليه، وبالفعل وده اللي حصل مع محمد منير. محمد منير اللي جه وتعلم الموسيقى وتعلم السينما، تعلم حاجات كتير جدا ودرس في كلية الفنون التطبيقية. لما تعرف على الفنان الكبير احمد منيب قدروا ان هم يعملوا توليفة مع بعض، قدر يحس ان هو ده الصوت اللي ممكن يقدم الموسيقى بتاعته. وبالفعل كان ليهم الحان كتير جدا مع بعض وليهم اغنيات شهيرة جدا، يمكن بنفتكر منها اغنية تعالى نلضم اسامينا، واغاني كتير جدا غناها الفنان الكبير محمد منير. رفيق الدرب بالنسبة للفنان أحمد منيب هو عبد الرحيم منصور. كمان لما اتجمع معاهم الفنان محمد منير بقوا الثلاثي اللي بيقدموا أشهر وأهم الأغنيات على الساحة الغنائية. فعلا قعدوا مع بعض فترة كبيرة جدا بيقدموا ألحان جميلة وكلمات كمان في منتهى الجمال. كمان عمل الفنان أحمد منيب مع الفنان محمد منير 45 لحن موسيقي من أروع ما غنى الفنان محمد منير. ده طبعا بخلاف فنانين كتير جدا تعاون معاهم الفنان أحمد منيب زي علاء عبد الخالق، زي عمرو دياب، زي حميد الشاعري، زي هشام عباس، محمد فؤاد، فارس وحسن عبد المجيد، كمان منى عبد الغني وحنان. اسماء كبيره جدا ولمعت في الوقت دوت، ويمكن كتير منهم مكملين معانا لحد وقتنا ده، بنستمتع جدا باغنياتهم. وده ان دل على شيء يدل على ان الفنان احمد منيب كان بينقي الصوت اللي بيراهن عليه واللي بيحب ان هو يقدم له الموسيقى اللي بيقدم، عارف ان الصوت ده هو اللي هيقدر يوصل فنه زي ما هو عايز بالظبط. ربك هو العالم، ربك رب قلوب، مين عارف يا حبيبي ايه لنا مكتوب. ربك هو العالم، ربك رب
دنيا فيها الغالب تاني يوم مغلوب، تاني يوم مغلوب. وده عاوز يكوش عالعالم بحاله، ده عاوز يهوش يعمل ما بداله، يعمل ما بداله. ربك هو العالم الصاحي والنايم، والقلب المراني والقلب الحليم. ربك هو العالم، ربك رب قلوب. مين عارف يا حبيبي اللي ما مكتوب. وده عايش في كدبة، كدبة كل يوم. هو نفسه غربة برا حياته هموم، برا حياته هموم. ربك هو العالم الصحي والنايم، والقلب المراني والقلب الحليم. ربك هو العالم، ربك رب قلوب. مين عارف يا حبيبي اللي ما مكتوب. وده معايا بيمشي وغلاوته غلاوة، ليه يضحك في وشي ويخبي العداوة، ويخبي العداوة. ربك هو العالم الغني والسالم، والقلب المراني والقلب الحليم. ربك هو العالم، ربك رب قلوب. مين عارف يا حبيبي ايه لنا مكتوب. ده احنا قلوب مشتاقة والدنيا سراقة، دنيا فيها الغالب تاني يوم مغلوب، تاني يوم مغلوب. الحاج أحمد منيب ابتسامة خاصة جدا لجيل الستينات والسبعينات والثمانينات. قدم مجموعة متميزة جدا من الأغنيات للفنانين اللي كانوا موجودين في الفترة دي، منهم كتير من الفنانين موجودين على الساحة الغنائية لحد دلوقتي ويعتبروا فنانين القمة زي ما احنا بنقول، وبنستنى طبعا ألبوماتهم من فترة للتانية. الحب ليه صاحب والكره ليه صاحب، الحب ليه صاحب والكره ليه صاحب، الحزن ليه صاحب والفرح ليه صاحب، الحزن ليه صاحب والفرح ليه صاحب. وانا على الوعد متصاحب. العشق ليه صاحب والصدق ليه صاحب، العشق ليه صاحب والصدق ليه صاحب، الكذب مش صاحب، الضي ليه صاحب، الكذب مش صاحب، الضي ليه صاحب. وانا على الوعد متصاحب.
كمان كان ليه اغنيات في منتهى الجمال مع الفنان محمد منير، زي اغنيه حدوته مصريه اللي طبعا كانت من فيلم حدوته مصريه. الاغنيه دي كانت من الاغنيات المهمه جدا في تاريخ محمد منير. اغنيات كتير تانية زي اغنيه الشمندوره، اغنيه نيجري بيه، اغنيه تعالى نلضم اسامينا. اغنيات كتير جدا لمحمد منير اثرت جدا في جيل الشباب، وكانت ليها ذكريات معانا. يمكن لما بنسترجعها مع بعض النهارده بنستمتع جدا. هنروح دلوقتي نستمتع باغنيه من الاغنيات دي ونرجع لكم مره تانية. ما نرضى تدوس البشر بعضها، ما نرضى يموت جوا قلبي نداء، ما نرضى تهاجر الجذور أرضا، ما نرضى قلبي جواي يغني للجراس تدق صرخة ميلاد، تموت حتى مني للجراس بتعلن نهاية بشر من العباد. دي الحكمة قتلتني وحيتني وخلتني أغوص في قلب السر، قلب الكون قبل الطوفان ما يجي، خلتني أخاف عليك يا مصر، أحكي على المكنون، مين اللي عاقل فينا مين مجنون، مين اللي مدبوح من الألم، مين اللي ظالم فينا مين مظلوم، مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم، مين اللي محميلك خضار يفلح ومين اللي محميلك عمار عمرك طيار، ومين اللي بيبيع الضمير ويشتري بيه الدمار، من هو صاحب المشكلة والجلة والحكاية والقلم، رأيت كل شيء تعبت على الحقيقة، قابلت في الطريق عيون كتير بريئة، أعرف بشر عرفوني لا ما عرفونيش، قبلوني قبلتهم بمد ايدي لك، طب ليه ما تقبلنيش؟ لا يهمني اسمك، لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا ميلادك مكانك، يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان. يا ناس يا ناس يا مكبوتة هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس يا مكبوتة هي دي الحدوتة، حدوتة من الأغنيات الشهيرة جدا للفنان محمد منير أغنية الليلة سمرة، كمان أغنية يا مراكبي، وأغنيات كتير جدا من الأغنيات اللي قدمها واللي شاركوا فيها طبعا النجاح الحاج أحمد منيب. هان هو قدر يعرف كل المصريين على السلم الخماسي، على دقات الدف. تقريبا كل الأغنيات اللي قدمها أحمد منيب لكل الفنانين لازم يكون فيها داخل الدف النوبي الشهير جدا، واللي يمكن كتير مننا ما كانوش يعرفوا إيقاعه على الأذن إلا لما سمعوها في أغنيات أحمد منيب. أغنيات كتير، والحقيقة أن السلم الخماسي بدأ يكون جزء من الوعي الشعبي المصري، اللي طبعا سمعناه في كتير من الأغنيات في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات.
جايلك من باكر، انا كنت برا ولا مهاجر، انا اللي جايلك من باكر، قلبي ولا البحر الهادر، عيني ولا الجمرة الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة. البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني، البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني، خدني المراكبي وعداني، رجعت في الجمرة الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا قرروا أبناء الحاج أحمد منيب إن هم يكونوا باند خاص بيهم يقدموا فيه الموسيقى النوبية، وكمان يسترجعوا ذكرياتهم مع أغنيات والدهم الحاج أحمد منيب. حقيقة الباند ده لما بيعمل حفلات بيلاقي ترحاب شديد جدا من الجمهور، كتير من الجمهور بييجوا بيستمتعوا بالأغنيات اللي قدمها الحاج أحمد منيب، لأن في أغنيات كتير جدا يمكن إحنا لسه ما نعرفهاش ما كانتش اتقدمت بصوت أي حد من النجوم اللي كانوا موجودين في الفترة دي. هم أعادوا تقديم الأغنيات دي مرة تانية، وبالتالي لقوا ترحاب شديد جدا من كل الجمهور بكل فئاته، وسواء كبار صغيرين أطفال يمكن كمان بيستمتعوا بيها جدا، لأن وجود الدف النوبي طبعا شيء مفرح جدا وبيخلي الأغنية ليها طعم مختلف. اتوفى الفنان أحمد منيب في سنة 1991، ترك لنا ثورة ضخمة جدا من الموسيقى ومن الأغنيات الجميلة جدا اللي اتقدمت بصوت كبار الفنانين في الفترة دي.
نخاف ولا نحتار، لا نخاف ولا نحتار. مشاهدينا، كنا معاكم النهارده وحلقه خاصه جدا عن الفنان الحاج احمد منيب اللي قدم لنا مجموعه متميزه جدا من الاغنيات، وكان قدم لنا ثوره في عالم الموسيقى والغناء. حاولنا نستمتع باغلب الاغنيات اللي قدمها سواء بصوت كل الفنانين او طبعا بصوت الفنان محمد منير. يا رب كل الاغنيات اللي قدمناها لكم النهارده تكون نالت اعجاب حضراتكم. بفكركم بصفحتنا على الفيسبوك، هستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم، واسيبكم دلوقتي واشوفكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده، واتفرج يا سلام.